يا رامي قطع الخط وانا اكلمك. اهلا وسهلا، مرحبا فيك. ما عاد شفت لي الرقم حقنا اللي قلنا لك ليالي خقه. انت ما جبت ليش الرقم اصلا؟ انا منتظر تجيب لي الرقم بشكل صح. ما هو رقم 711 711 داعي دباش المعروفة 55. 711 كم؟ لا 71 ايوه 55 داعي دباش المعروفة 4. 5 ايش؟ كم جابها 3 2 0 3 0 2 5. صبرك يا اخي. 7155 7155. ايوه 4 شلوا جمل والجمل ما شلهم 3. 4 ايش؟ شلوا جمل والجمل ما شلهم. شلوا الجمل والجمل ما شلهم. ايه بعد الأربعة 3. يا اخي العزيز الله يحفظك، انت بتتصل الى شركه سبافن خدمه عملاء معك، هات لي الرقم بشكل صحيح. اذا ما انت عارف الرقم بشكل صحيح افتح المجال لغيرك. يعني انت اتصلت الان مره ثانيه عشان تقول لي هذا الكلام. لا 7155. ايوه 3. ايوه 7155 4 3. 7 يا اخي 7155 3 ايوه 4 3 0 3 4. الرقم هذا اكثر من 9 رقم. كم سجلت انت؟ 7155 3 4 وبعده. لا قبل الخمسة وخر بالثلاثة وحط مكانها الأربعة. 7155 4. ايه ايوه 3 0 3 4. 3 0 3 4. ايه هذا الرقم صحيح. هذا يلا. ايه بغى ناخذ خدمة ليالي خقة حق الشيبة هذا هو نفسه. يلا ليالي قصدك؟ ايوه فديت ذا الوجه. ايوه ارسل حرف اللام. وانا ارسلها على من؟ على 4 4 4 ب4 وحدات. بيشلون علي 4 وحدات بيصيح الشيبة فلا شلوا رصيده بيقولون انا اللي اتصل به. لا ياخذ عليه 4 وحدات. لا كل ما انت انه بياخذ 4 وحدات عشان يكون عنده فكرة. بس كلم الشيبة انت ما انا فلا كلمته ما بيطاوع لي. هات اكلمه. ها كلم الشيبة. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام. وش حالك الان انت الله يحييك. انت تحوله الى يلا ليالي صح؟ اي نعم ابى اسويه عند اللي يتصلون به بلاش في الليل. لا هذا مش بلاش، لا مش بلاش. اذا بتحولها الى يلا ليالي ما بيكون بلاش. كيف يلا ليالي؟ ما انا ما اعرف ليالي في الليل لا يقولون لا حتصل ما ادري كيف يشلون عليه شويات من الرصيد. طيب عرفني على اسمك. اسمي ايوه منادع الملذع. من؟ منادع الملذع هو ولدي اللي يكلمك قبيل. اهلا وسهلا ولا يهمك. طيب الان بالنسبه لشريحه ليالي ايه هذه بيكون تخفيضها في الليل. إيه؟ تمام. بيكون في الليل من يلا الى ايه ب10 جزء من وحده. بس متى هو من يلا الى سبافون ب30 جزء. انت توحيني متى هو يجي يا ولدي التخفيض ذا في الليل؟ التخفيض بيكون من 11 للساعة 7، من الساعة 11 في الليل للساعة 7 صباحا. يقول يجي الصاحي للساعة 11 سووه لي من بدري حين شيبان يا ولدي نرقد بسرعة لا يجي نتعشى مغرب حين ونرقد بعد صلاة العشاء. هذا هو تخفيض ليالي أصلا. بغيتك السهلي من السهلي من الساعة 5 يا ولدي. طيب أنت متى تشتي تكون عندك تخفيض يعني؟ أباك تسهلي من الساعة 5 حواليها كذا عصير غيبة الشمس. 5 إيش؟ العصر غيبة الشمس قدام مغرب كذا. طيب في تخفيضات أخرى، في عندك تخفيض يلا كلام. إيه تمام. إيه كيف تخفيض يلا كلام هذا تخفيض. إيه بيكون فيه بس 40% من يلا إلى يلا. إيه بلاش الا الرصيد بيرجعونه. لا ما يرجع لك الرصيد. بس خليني اشرح لك. إيه؟ لما تتصل من الى يلا بياخذ عليك 40 جزء. 40 جزء من وحده في الصباح وفي الليل ب20 جزء من وحده. ايه تمام. ايه ومن يلا الى سبافون في الصباح ب70 وفي الليل 60 جزء. في الليل يعني احنا بنتكلم على الساعه 11 للساعه 7 الصباح. من الساعه 7 الصباح ل 11 الليل. ايه هذا بيسمى من الساعه
7 الصباح للساعة 11 الليل هذا ما صباح. لكن لما نتكلم في الليل يعني من الساعة 11 الليل إلى 7 الصباح. ولو جيت أبى أسوي له شيلة لا اتصل بي يوحي الشيلة مثل حق ربعنا. كيف؟ الشيلات ذوك اللي يقول وانت يوم جانا السيل خرج كل فنان قديمة من حق 86 هي عندكم. أغنية يعني ليش؟ ذي شيلة من أول يقول يوم جانا السيل خرج كل فناني. هذه أغنية يعني شيء تعمل نغمة قصدك؟ إيه غناها الحارثي حق أغنية الحارثي وأنا يوم يقول وانت يوم جانا السيل بسويها لا حد دق علي يوحيها. عاد قلبي خضر طيب يا يعني طيب هذه زامل يعني ولا إيش؟ إيه زامل شعبي. طيب تتصل على 111. أنت عارف إنها؟ لا مش عارف إذا كانت موجودة عندنا ولا لا. سجل جميع النغمات. سجل محمد حمود الحارثي أغنية وانت يوم جانا السيل. ما يظهر عندي أنا بس أنت تتصل على 111. إيه. وتتبع التعليمات طبعا دقيقة بتكون بوحدتين وتستمع للنغمات الموجودة. شوف بالله تخلون قروش وحدتين يا ولدي احنا محذوفين في هنا قاع ما في خلط. والكهرباء عندكم ولا؟ الكهرباء ايوه. ما حن طافي ما يزل طافي 24 ساعة بالله فوانيس وعاد حنا حصلنا الدجل. فزي ما كلمتك بتتبع الطريقة هذه بتتصل على 111. إيه نعم. فهم الولد ما نبي عارفينها. الو اهلا وسهلا. كيف اسوي بالنغمة حق الشيبة؟ بتتصل على 111. ايه الدقيقة بتكون بوحدتين. ايه بعدها بتسمع التعليمات وبتختار النغمة اللي تشتيها. بس ليش الوحدتين؟ تثبيت النغمة بياخذ من 1.5. ليش الوحدتين دي بيقول شيبة انا ليش اللي اقل ما انت. لكن ايش؟ بيقول شيبة انا اللي سرقت عليها صرت انا بها. طيب انا جبت لك الان الطريقة. بس نتكلم الشيبة فاهمة. انا كلمته وحولني لعندك. الشيبة انا كلمته وحولني لعندك الان. ايه بس كلمة من شال وحدتين. انا كلمته قلت له بياخذ عليك وحدتين. هو الذي تكلمه عشان اكلمك انا. هذا يا ولدي بالنسبة للنغمة بتاخذ عليك وحدتين في فهم لما تتصل على 111. باتشلها الشركة لهم. ايوه. وش حقهم؟ لا الخدمة مش الشركة، الخدمة بتاخذ عليك هذا. وش حق الوحدتين ذي؟ الوحدتين لما تتصل على 111. ايه بس ليه بيشلونها؟ بياخذها لانك تتصل على 111 عشان تختار النغمة. بس هم بيسولي حق محمد حمود الحارثي يوم يقول وين يوم جانا السيل. انت بتتبع التعليمات تختار النغمة اللي تشتيها، يعني ما اقدر احدد لك انه موجودة ولا مش موجودة. ولا حق السنيدار ذيك يوم يقول قد علي دباش يرمي عروته. انت بتتصل الى 111 وتختار النغمة اللي تشتيها. بس انا بلقى النغمات ذي حق محمد حمود الحارثي. اسمع لها. وانت يوم جانا السيل. ولا حق انا ما اقدر اقول لك انك بتحصلها ولا لا. اسمع يا ولدي ولا حق السنيدار يوم يقول قد علي دباش يرمي عروته. اتصل على 111 وادخل الاغاني اليمنيه بتحصل السنيدار وغيره بتسمع النغمات كامل يعني. اكلم انا ما اقدر اقول لك موجوده ولا لا. كلم الولد فهمه معاد يدغزها لي. الو ايوه. انت فهمت الان لما تتصل اي فهمت لما تتصل على 111. ايه بعدها بتتبع التعليمات الموجوده. إيه؟ الدقيقه بوحدتين. ايه تمام. انت كلمت الشيبه انت كلمت الشيبه مشان الوحدتين اللي يقولون اللي سرقتها. كلمته كل شيء. يا وجهك ايوه. اهلا وسهلا. اتصل على 111 اختار النغمه اللي تشتيها. ايه تثبيت النغمه بياخذ من 11 شهريا. بس خدمه ليالي خق هذه حق ليالي هو يشتي تخفيض في العصر. إيه؟ عندك خدمة كلام ارسل حرف الكاف إلى 4 ب4 وحدات. إيه وبعدين يتصل عصر. ارسل حرف الكاف إلى 4 ب4 وحدات. على 4 وحدات. أيوة. يعني 4. ارسل حرف الكاف إلى 4 ب4 وحدات. بس انت كلمتها من شان الأربع الوحدات ذي. أنا كلمته على كل شيء. بس الأربع ذي ما الأربع وايدة. كلمته يا أخي كلمته على كل شيء. ساعدونا يا رجال ما الأربع ذي وايدة خلوها ثنتين يا رجال احنا زباين معكم. يا أخي هذا هو القسم المختص كذا محدد للجميع. إنه بياخذ 4 وحدات.
بس انت خبرت له من شان الاربع الوحدات ولا فهمه؟ كلمته كل شيء، كلمته كل شيء، كل شيء. كلمته من شان الثنتين دي اللي بيخصمونها. يا اخي كلمته مشان الثنتين، مشان النغمات 8 وحدات ونص، مشان كل شيء. يعني كل حاجة كلمته. يعني انا اشرح لك واشرح له هو. انا خلاص هذه الحين فهمت، بس الشيء ذا فهمه. فهمته. يا ولدي. اي سؤال ثاني؟ الاربع دي وش له؟ يا اخي افتح الميكروفون عشان تسمعوني الاثنين، يعني مش معقول اشرح لك انت وارجع اشرح له هو نفس الشيء. طيب الاربع دي وش حقها يا ولدي؟ لما تحولها الي لا كلام. ايه بس ما بتساعدونا، احنا معكم زباين ونحن وياكم دول العرب. لا 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 والله شيء خبر الشيبة. هذا من انت عليه؟ هذا من الخدمة نفسها مش من عندي. ابوك من هو يا ولدي؟ خاف انه يعرفني. هذه تعرفة الخدمة نفسها. طيب خاف ان ابوك يعرفني يقول له. هذا من الخدمة نفسها، هذه تعرفة الخدمة نفسها. يعني ما تساعدون الشيبان انتم؟ هذا من الخدمة نفسها، سؤالك او الى اي حد. يا رجال. نعم. يلا بالخير. اي سؤال ثاني؟ كلم الولد. ها انت فهمت الشيبات الحين خلاص، الاربع وحدات بيشلونها، بس ارسلها على من؟ ارسلها في الكاف الى 444. ايه. ياخذ عليك 4 وحدات. سؤال ثاني؟ طيب ما شيء عندكم ويرلس بغينا للشيبة؟ ما الشيبة شبه طايش. معه ناطق ويقول يبقى وايرلس. ايه وجواله ناطق. يا اخي انت تتصل الى شركة سبافون، يعني تدفع على الانترنت ولا ايش في؟ ايه حق الويرلس. لان ما فيش وايرلس. الوايرلس هذا لما يكون عندك مودم في البيت. احنا شركة اتصالات برسل لك نقاط الوصول تفعل معك الانترنت. طيب ده اسمه الشيبة الناطق ما يجيب شيء ويرلس، هو يجيب البث حق الويرلس الناطق. لا ما يجيبش انترنت في الوايرلس. هذا هم الشيبة يا رجال، طلع لي الضغط الشيبة يقول لك لا الا يجي فيه. يا اخي افتح الميكروفون. افتح الميكروفون عشان اكلمكم الاثنين، اكلمك انت وترجع تقول لي كلم الشيبة والشيبة يقول لي كلمك. افتح الميكروفون اكلمكم اثنين مرة واحدة. بس خارب حق الشيبة هذا بخربه وبيقول انا اللي خربته. يا ولدي. بالنسبة للتلفون اللي عندك ما فيه وايرلس، الوايرلس هذا عبارة عن مودم في الانترنت. يا ولدي انا وصابه اخوي من الخليج جوال ناطق ولا يجيب الشبكة هذه حق البث اللي يسمونها عيرلس. انا بفعل لك الانترنت من عندي، برسل لك رسالتين لتفعيل خدمة الواو بالانترنت. ايه. كل رسالة بتوصلك اعمل لها 4 اصفار وحفظ. وين اجيبها الاربع اصفار ذي؟ اعمل لها 4 اصفار في الرسالة اللي بتوصلك مني. ايه ها فهم الولد. الو. انا برسل لك رسالة اعمل لها 4 اصفار وحفظ تشتغل معك. الحين فهمت الشيبة؟ فهمت الشيبة. ايوه وشو يقول 4 اصفار وش حقه هذه؟ 4 اصفار وحفظ، برسل لك رسالتين تفعيل خدمة الواو بالانترنت. ايه. كل رسالة بتوصلك اعمل لها 4 اصفار وحفظ. بس جواله ناطق. انا رسلت لك الرسائل وان شاء الله بيشتغلوا معك. في الناطق ذا ما ماشي فيه مقاطع، ويقول لك لا يبقى انا اركب له مقاطع. الشيبة طايش بالبرتقاله امتها والبيت جانا هذيك. خليك معي دقيقة على الخط اتاكد لك يا اخي من هذا الشيء. خليك معي لحظة. وش يقول؟ وين جيت؟